السلام عليكم، أنا الشيف شكري وهعمل معكم النهاردة الفريسكا الحادقة. شايفين شكلها جميل فعلا، وهشة وطرية جدا، وطعمها جميل، محشية جبنة وسواها مظبوط. وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. وعلى بركة الله نبتدي الشغل. عندي 350 جرام دقيق، عندي كوباية مية 200 ملي، عندي معلقة صغيرة خميرة 5 جرام، عندي معلقة صغيرة سكر 10 جرام، وبيضة، وحتتين زبدة 20 جرام، أو معلقة سمنة صغيرة، أو معلقة زيت كبيرة. شوفي ايه المادة الدهنية اللي عندك واشتغلي بيها. على طول هنحط الخميرة والسكر مع الدقيق، ونبدأ بعد كده نقلبهم تقليبة كويسة اهو زي ما انتم شايفين كده. قلبناهم. بعد كده هنضيف البيضة هنضيف البياض بس، وهنخلي الصفار هنلمع بيه الفريسكا وهي داخل الفرن اهو. نبدأ نقلب العجينة بتاعتنا كويس، ونديلها المية شوية شوية، نشوف ايه اللي هيحصل. ادينا نص كمية المية وهنقلب، وعلى طول بتعرفي اذا كانت محتاجة مية او مش محتاجة. بالمعلقة كده بتحسي العجينة رايحة فين. عايزة مية هنديلها النص التاني بتاعها، ونقلب كويس اهوت لحد ما العجينة تلم. وبعدين بعد كده هنعجن بايدينا بصابعينك كده كأن مكنة شغالة، بتلف العجينة كويس، بتطلع العرق بتاعها. لما العجينة تحط عليها على طول حتتين الزبدة، أو معلقة سمنة صغيرة، أو معلقة زيت كبيرة أهو. اللي موجود عندك اشتغلي بيه. طبعا الزبدة بتبوظ الأول كده، وبعدين الدنيا بتتظبط بعد كده. بتلم العجينة وبنطلعها على الرخامة قدامنا لفتين بس، لأن العجينة طرية وهنسيبها تخمر. خمرة العجينة اهيت خلاص. هننزل العجينة قدامنا على الرخام عشان نشتغل برش الدقيق تحت كده، ورش الدقيق فوق، لان احنا كده كده هنفردها، فلازم هنديها دقيق، والعجينة طرية فمش هتنفع تتحط من غير دقيق أهو. ورش الدقيق فوق اهوت. وهنبدأ ان احنا نفرد العجينة بتاعتنا أهو، دي فوق وتحت كده، وهفردها بايدي كده على واسع، وبعدين افرد بالنشابة اهو اهوت. عجينة طرية وبسيطة خالص، بس حافظي دايما ان يبقى فيه دقيق تحت ودقيق فوق علشان ما تلزقش منك في الرخام اهو. طول بعرض هنفردها قدامنا كده زي المستطيل، سمك نص سنتي اهوت. فردناها. عندي جبنة كريمي، اي نوع جبنة كريمي عندك، اي نوع اهوت. همسح بيها العجينة اهوت، مسحة كده كويسة جميع الجوانب بتاعتها، لان كله الحتة اللي مش هتحط فيها جبنة هيبقى مفيش فيها جبنة، هيبقى طعمها مش جبنة اهو. عندي شوية حبة البركة ترشي على العجينة اهوت، رشيناها بحبة البركة. عندي شوية بابريكا اهو برش برضو عليها. الطعم ده جميل جدا، جربوه. بس اللي ما عندوش حبة البركة والبابريكا يرش اي حاجة تانية عنده موجودة عنده، زي الكمون وزي السمسم وزي الزعتر، كل ده بيشتغل. بس انا عايزك تجربي طعم الحشو ده اهو. بدأنا نلف بقى من تحت بالراحة كده، من اولها اهوت بصبعينك كده بتلفي بالراحة العجينة، لأن العجينة زي ما قلنا العجينة طرية اهوت. طبعا في حتت لازقة هتتسلك بالسكليبر كده زي ما بعمل اهوت. وبكمل لف العجينة بتاعتي أهو. لفيت العجينة بتاعتي اهوت. شوفوا دايما بساعد بالسكليبر، لأن مش عايز أحط دقيق كتير وأنا بفرد أهو. لميتها. هقفلها خالص اللي هو الطرف بتاعها اهوت، وهظبطها قدامي على رشة دقيق صغيرة كده
ادي العجينة، هقصرها طبعا شوية ويبقى كلها تخن واحد اهوت. ظبطناها طبعا، القفلة بتاعتها تبقى لتحت. هجيب فتلة خياطة، ودي ما بتنفعش غير بفتلة الخياطة، ما تنفعش بالسكينة لأن العجينة طرية. هرفع الطرف كده واحط فتلة الخياطة على المقاس اللي انا عايزه، واشد الفتلة هتقطع الفتلة. لو انت جيت تقطعها بالسكينة مش هتنفع، قطعت بالسكليبر مش هينفع، ملهاش الا الفتلة، النوع ده ملوش الا الفتلة اهو. حطيناها في الصاج وهو اتكررنا تاني فتلة خياطة عادية خالص اهو، وهنحطها في الصاج بتاعنا. قطعناها على 9 قطع اهيت. هحط ايدي في الدقيق وهعمل ايه اهو، هفردها شوية. افردي ما تخافيش، اتكي ما تخافيش يعني اهو. ايدك فيها دقيق لان الوش ده فيه جبنة فهيلزق في ايدك اهوت. هنفردها وهنسيبها تخمر، وهنلمعها بعد كده بصفار البيض مع معلقة لبن، لأن الحتة دي اتقطعت من التصوير معلش اهيت. خمرت اهيت، لمعتها بالصفار البيض اهوت، حطيت عليه معلقة لبن ولمعت بيه العجينة وعلى الفرن على طول اهو. لمعتها كده، انا بوريكم بس لأن انا الحتة دي ما اتصورتش معايا، الكاميرا ما اشتغلتش. وعلى الفرن على طول على درجة 200 درجة هيستوي وهيطلع بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. ما شاء الله زي الفل اهو، لا خدت شواية ولا غيره، هو اللون على طول جه لوحده كده بالشكل ده. هيسواها من فوق وادسواها من تحت، هشة جدا وطرية جدا وطعمها جميل، وان شاء الله النوع هيعجبكم يعني. ادي شكلها زي ما انتم شايفين. بردت خلاص، رصيناها في الطبق بتاعها. نقربها للكاميرا كده شوية ونشوف ايه الدنيا فيها ايه اهيت. جميلة فعلا وريحتها جميلة وطعمها جميل اهوت. فعلا جميلة وهشة جدا وصفت جدا وفاضية من جوه خالص، فاضية من جوه خالص. ادي شكلها. قطعنا واحدة بالسكينة عشان تشوف المنظر مظبوط، مش عايز اقطعها بايدي كده يعني، بشوفها متفرغة ازاي من جوه، الفتحات اللي جوه ديت وهشة زي ما قلت وناعمة خالص. فعلا نوع جميل جدا وخامته بسيطة خالص، مفيش فيها اي حاجة يعني، مفيش في خاماته اي حاجة اهو. ادي الشكل بتاعها جميلة. تتفتح بالسكينة زي سندوتش، تحط فيها جبنة زيادة او تحطي حاجة طعمها يمشي مع الجبنة لان هي جبنة. ده اللي انا عملته فيها، مخبيش عليكم اهو. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.